السلام عليكم ورحمة الله، آسفة على المنظر ده، بس أنا قُلت النهارده يعني أعمل إيه أنزّله، حاولت إن أنا أنزّل حاجة، قُلت أعمل لكم review عن البوتاجاز ده بجد لإن مش عايزة حد يغلط الغلطة اللي أنا غلطتها. التسرع في أي حاجة عامةً هو مش صح. هتقولوا لي هو المشكلة كلّها إن أنا حاطة عليه الورقة دي، لكن والله أنا حطيتها بعد غلبة، يعني أنا حاولت معاه كتير أوي، أوي، فناس قالوا لي: "لأ جرّبي حُطّي عليه الورقة اللي هي دي تخينة أوي دي." هيسهّل عليكِ تغسليها هي نفسها، هيسهّل عليكِ هتشيلي بقى هتلاقي تحتيها نضيف خالص ومش هتقعدي تنضّفي فيه، ليه بقى؟ هاقول لكم طبعًا عيوبه ومميزاته وكل حاجة، ولكن هو المشكلة الكبيرة أوي، أوي بالنسبة لي، أنا من الناس اللي باحب أشوف البوتاجاز قدّامي نضيف دايمًا، حتى لو أنا داخلة أطبخ أهو، كنت باحب أغسله وبعدين أطبخ، والله أنا باحب كده، من ساعة ما جبت البوتاجاز ده أنا ولا عايزة أغسل قبل ولا بعد، يعني هو بصراحة تعبت. ليه بقى؟ لإنه صعب في تنضيفه جدًا، 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 وهاقول لكم ليه. دلوقتي اللي خلّاني بقى أحُط عليه الورقة دي، أنا أول ما اشتريته ما عملتش عليه أي حاجة أصلًا، أنا جرّبت بس حطيت عليه حلة كده بشوية مَيّة بتغلي، مش عارفة كنت هاسقّط فيها فراخ أو حاجة زي كده، بابُص لقيت تحتيها هباب، عمل هباب كده أسود زي اللي أنا بادعكه ده، فاستغربت قُلت إيه ده في إيه؟ يعني هي الحلة عشان كبيرة يعني والّا إيه؟ فمش عارفة استغربت، كانت كده كان البوتاجاز فيه مشكلة والناس جُه لي بتوع البوتاجاز، أنا شارياه من فريش. فجُم قُلت لهم قالوا لي: "لا، لأ ما فيش أي مشكلة." ومش عارف إيه، "هو بس إحنا غيّرنا لِك مش عارفة الفونيا والّا حاجة زي كده، مش هيبقى في مشكلة." طلع لأ، هو عامةً طبيعته كده يعني، أحُط عليه حَلّة عادي، يعني هو كده من غير ما حاجة تُقع عليه، بيعمل الهباب أسود ده في الstainless نَفْسه. فاستغربت بصراحة جدًا، بعدين كمان بقى لو حاجة فارت بقى يا نهار أبيض! حاجة صعبة جدًا إن أنتِ تنضّفيه. بُصّي بقى أنا لقيت تحتيه برضه الورقة حطيتها جرّبتها لقيتها عاملة هباب وما بتطلعش برضه، ليه؟ لإن تحتيها أصلًا الستانلس أصلًا مسود. طب تعالوا بقى أوريكم أنا ليه كنت غطيته أصلًا، أنا من الناس اللي أبدًا عمري في حياتي ما كنت باحط الورق الفويل ده أبدًا، يعني باقول اللي يخلّيني أغسل الفويل كل يوم، أنا أغسل بوتاجازي كل يوم، وبعدين أنا باحب أغسله كل يوم مرتين، 3 كل ما أطبخ وبعد ما أطبخ، والله باحب أشوف البوتاجاز دايمًا نضيف. أول مرّة إن أنا أحاول أجيب الورق الفويل ده أجرّبه بسبب كده، بُصّوا يعني هاقعد أدعك فيه قد إيه، أدعك فيه كتير جدًا ومش هيطلع. هو إيه المشكلة بقى، طلع إن أنا وأنا باشتري البوتاجاز للأسف ما اختبرتش الستانلس، لازم تختبري الستانلس ده غالي جدًا والله البوتاجاز ده، القسط بتاعه برضه يعني أنتِ لو هتاخديه مثلًا قسط، القسط بتاعه معدّي ال800 جنيه، فاللي هو هيطلع عيني عشان تجمّعي مثلًا قسط وفي الآخر نوع وِحِش. ما شاء الله فيه مميزات هاقول لِك عليها دلوقتي وهاقول لِك العيوب وهاقول لِك نوعه وكل حاجة، بس أنا عايزاكِ تشوفي المشكلة العويصة دي، بجد باقعد أغسل فيه، أغسل فيه، أغسل فيه، أغسل فيه، أدعك فيه ما بتطلعش. بتبصّم، يعني هو ماشي الدهون طلعت مثلًا لو أي حاجة وقعت بتطلع، بس هي عاملة بصمة ودي حاجة بتضايقني جدًا، أنا عايزة البوتاجاز بيلمع، هو نوعه اللي هو مطفي، مش المَط ده اللي بيقولوا عليه مَط، مش اللي بيلمع، هو فعلًا هو مَط بقى وبيتنّوا كده، اللي هو مش تنضّفيه كده تلاقيه بقى لمع أو نضف حتى معاكِ، لأ هو بيبصّم، البُقع السودا دي أنا هاعملها لكم بمنديل دلوقتي، أنا قعدت أدعك كتير جدًا، هتلاقيها مبصّمة، ده والله من تاني يوم اشتريته فيه، من تاني يوم، يعني هو يا دوبك أنا عملت عليه شوية مَيّة مغلية لقيت عملوا كده، الحلة عشان كانت كبيرة عملت بصّمت، ما بتطلعش خلاص، وأنا بقى اللي جايبة البوتاجاز ومعاه فُرَش رفيّعة كده ومش عارف إيه، على أساس الحتت الضيّقة هانضّفها، ما بتنضفش، حطيت طبعًا هو مش هينفع تحطّي عليه الفلاش والحاجات دي كلّها، ولكن في حاجات آمنة، يعني أنا لدرجة والله جبت له مسحوق غالي كده بتاع الstainless نَفْسه، مش فاكرة كان ب50 جنيه والّا حاجة زي كده، يعني عايزة أقول لِك أنا عمري ما عملت كده مع بوتاجاز أبدًا، أنا باعمل خلطات في البيت أو بانضّفه بصابون عادي وبيبقى زي الفل. وبرضه ما نضيفش والله، جرّبت الصابونة دي اللي هي بانضّف بيها الألمونيا والحاجات دي، برضه ما نضيفش. هاقول لِك عيوبه، بس أنا هاقول لِك مميزاته الأول لإن أنا خلاص شيّلتكم الفيديو كلّه. بُصّي هاقول لِك هي دي طبعًا برضه ستر ربنا، هو في حاجة اسمها أمان ودي حاجة أنا باكرهها جدًا ولكن نفعتني وهاقول لكم ليه باكرهها، وبرضه أرجع أقول لكم ده ستر ربنا. أنا باعمل أوردرات أنتم عارفين اللي هو الإطعام، فكنت عاملة order لحمة كبير أوي. فغاب أوي، فأنا كنت ساعتها ضغطي عالي، أنا يعني ساعات كده بيبقى ضغطي عالي، فبجد حرفيًا ما بابقاش عارفة أركّز، بابقى تعبانة جدًا، جدًا، لدرجة إن أنا مش شايفة قدّام وشّي يعني خلاص قدّامي كده فعلًا مش شايفة، فعلّقت على يعني باقول لكم كان أكتر من 3 كيلو لحمة معلّقة عليها وخلاص أنا نسيتها، يعني عايزة أقول لكم لو كانت اتحرقت والّا أي حاجة أنا كنت يعني مش عارفة أجيبها تاني منين، فالمهم نسيتها خالص، والله نسيتها خالص، عارفين اللحمة عشان يعني خدت وقت شوية، فنسيتها خالص، خالص.
كنت ساعتها مرهقة جدًا فعايزة أنام وخلاص، قُلت خلاص بقى أنا قررت أنا إيه اللي مقعّدني أوي كده، طب خلاص أخش أنام، هي كانت الدنيا بدري ولكن أنا عشان أنجز يعني. فالمهم قُلت خلاص أنا هاخش أنام، وأول ما دخلت عشان أنام والله العظيم، والله العظيم ده حصل، دخلت خلاص أهو هانام وأنا تعبانة، لو حطيت دماغي على المخدة هانام، وما كانش عندي حد في البيت، ولادي في المدرسة وجوزي في الشغل وكده، وبابُص لقيت حاجة زي وقعت جامدة كبيرة أوي، أوي في المطبخ. قُمت جارية افتكرت حاجة وقعت مثلًا، أنا عندي مطبخ كده قُلت ده أكيد فلت من العلّقة بتاعته وقع، حاجة صوتها جامد جدًا وقعت بجد والله. فدخلت جري على المطبخ، قُمت شايفة حلة اللحمة اللي أنا ناسياها أصلًا، لقيتها مالها بقى، لقيتها خلاص فاضل لها مثلًا بالضبط سنتي مَيّة وكانت خلاص هتتحرق، يعني هي لو السنتي المَيّة ده نقص خلاص هي هتتحرق، الحمد لله يعني أنا لو نمت أكيد كانت خلاص هتتحرق في أول 10 دقايق أنام فيهم. طب إيه اللي وقع بقى، إيه اللي عمل الصوت الجامد أوي ده، والله العظيم ما لقيت أي حاجة في المطبخ خالص، وقع نهائي. طب إيه اللي وقع، إيه اللي عمل الصوت الجامد ده، ما فيش أي حاجة، وسبحان الله ده ستر ربنا عشان أخش أشوف إيه وأطفي البوتاجاز والحق اللحمة اللي أنا ما كنتش عارفة هاجيبها إزاي. ده غير طبعًا إن أنا كنا ممكن لا قدر الله يحصل حريقة والّا أي حاجة، لإني أنا كنت هانام وتعبانة جدًا، فده ستر ربنا. الأمان بقى اللي في البوتاجاز يعني ما كانش هينفعني في حاجة زي كده، هو هينفعني في إيه؟ مش هينفعني، ولكن بقى هو نفعني في المرّة التانية دي. أنا تاني مرّة برضه كنت تعبانة ولكن غصب عني معلقة على كفتة حاطاها في الفرن، ما شاء الله كانت ساندوتشات كفتة كتير، للأسف الفرن كمان واطي مش زي بتاع التاني خالص لمّا كان العين الشواية عالية كده أقف جنبها أخلّص الحاجة مثلًا. أنا هنا جرّبت إن أنا أحط كركديه، حد قال لي اغلي كركديه، طبعًا مش هينفع أغلي البوتاجاز، فقالوا لي اغلي الكركديه ونزّليه على الحاجات دي هتطلع تمامًا. والله جرّبت كل حاجة، لو عندكم اقتراحات تانية قولوا لي وأنا هاجرّبها برضه. التبصمات بتاعة البوتاجاز أنا هاوريها لكم قريب كمان دلوقتي. المهم لقيت إيه اللي حصل، لقيت فأنا حطيت الكفتة، عندي مشكلة في الشواية، هي كل شوية بتطفي، يعني 10 دقايق كده وتطفي لوحدها، 10 دقايق وتطفي. طب قالوا لي الراجل اللي اتصلت بالفني وكده، قال لي سيبي الفرن اللي هي ما دام مولعة الشواية سيبي الشواية الباب مفتوح، وهو الباب أصلًا بيقفل لوحده، هو خاصية في البوتاجاز إن الباب بيقفل لوحده، فما فيش إمكانية إن أنتِ تسيبي الباب مفتوح، أسيبه مفتوح بيقفل لوحده، يقفل لوحده والشواية تطفي. فغلبة جدًا إن هو موضوع شغل يعني لأ، مش هينفعني في شغل. فالمهم أنا حطيت الكفتة وسِبت الباب مفتوح على الآخر أوي، أوي عشان ما يقفلش خالص، ورُحت حاطة الكفتة ورُحت يعني بتغيب بقى، بما إن الشواية ضعيفة بتغيب بقى. فأنا كنت عايزة عيش أكمّل الرغيفة، كنت باعمل ساندوتشات كفتة يعني برضه كانت طالعة لوجه الله يوميها، فقُلت افتكرت إن أنا محتاجة عيش فنزلت عشان أجيب العيش. نزلت بقى وجِبت عيش بقى وقابلت واحدة وقعدت تكلمني وقابلت واحدة تاني وقابلت واحدة تالتة وماشية على مشية حور بقى، كنت شايلاها لإن كنت جايبة معايا طماطم وحاجات، فممشياها على مشيتها واتأخرت جدًا، طلعت افتكرت إن أنا حاطة الكفتة، لقيت لِك البوتاجاز الحمد لله نفعني بقى في الحاجة دي إن هو طفى لوحدها، الحمد لله خدت السوا بتاعها المضبوط والشواية طفت لوحدها، مع إني كنت سايبة الباب مفتوح، ده برضه أظن مش من الأمان، ده من رحمة ربنا لتاني مرّة. فدايمًا باحس إن لو هي ميزة في البوتاجاز الأمان أو الكلام ده كله والله العظيم مش هتفوق رحمة ولطف ربنا أبدًا. فأنا مش مع خالص إن أنا أجيب بوتاجاز فيه أمان، لإن أنا جرّبت في مرّة مَيّة غليت كانت شوربة بتفور يعني وكده نزلت عليه، هو برضه بيتن والع نُصّه والع ونُصّه لأ، اللي جه عليه مَيّة، يعني منفّذ غازه، مش شايفة الأمان فيه أي ميزة والله بصراحة غير إن هو مضايقني. لحد الآن قالوا لي يعني أنتم حد فيكم أخواتي عندي من القناة قالوا لي هتتعودي عليه مش والله العظيم مضايقني جدًا، غير إن الفرن ضيّق أوي، يعني نُص الصواني اللي كنت باحطها في الفرن التاني بارميه فيه كده، كان بيبقى فيه براح، لأ ضيّق جدًا. ليه بقى؟ عشان يعني بصراحة بيقول لِك عشان ما يسخنش، العيون ما تسخنش، تسخن وخلاص، تسخن وخلاص، واخدين نُص البوتاجاز من الجنب ده، ونُص البوتاجاز من الجنب ده، ونُص البوتاجاز من فوق، عشان العيون ما تسخنش، فما فيش مكان أحط صواني. يعني زي ما باقول لكم هو ماشي ممكن يكون تمام وحلو جدًا لو أنا مش هاشتغل بيه، دي الفرشة اللي أنا جبتها اللي هي الناعمة ما طلعتش أي حاجة، والخشنة لازم تعمليه بالراحة أوي، أوي عشان ما تكحّتش لإنه بيتكحّت بكل سهولة. بُصّي هو كده شكله نضيف، لكن هو فعلًا برضه مبصّم ومضايقني جدًا. طب نعمل إيه بقى عشان نشتري بوتاجاز يكون حلو؟ جرّبيه بالمغناطيس، لو لزق في الstainless ما تاخديهوش، ده بيلزق بكل سهولة. بُصّوا التبصّمات ما طلعتش، دي حاجة مضايقاني جدًا فيه، ده آخره، آخره بعد ما طلع عيني فيه حطيت مادة وحطيت صابون وحطيت
كركديه وجرّبت كل حاجة عشان يبقى كده ومش حلو، بيطلّع عيني، مش زي اللي هو بقى تمسكي صابونة كده وتدعكيه وأنتِ واقفة وخلاص أو قماشة حتى مبلولة، لا، لأ، ما فيش أي الكلام ده. فنوع البوتاجاز دوّة هو فريش اسمه جامبو. للأسف أنا ما اشتريتش بتمعّن كده لإني كنت مستعجلة، لإن ما كانش عندي بوتاجاز وكان عندي شغل طبعًا، فاتسرعت فيه. لازم تختبري الstainless ده بالمغناطيس، ولازم تاخدي بالِك من حجم الفرن لو أنتِ بتهتمي بحاجة زي كده، وما تهتميش بصراحة بالأمان أوي.